السلام عليكم السلفلون أخواتي المشاهدات الكريمات والوفيات للقناة، وحتى اللي يزورونا لأول مرة. اليوم نديرلكم كيكة اقتصادية بفقط حبتين بيض. هي راقية كما راكم تلاحظوا، يعني تجي خفيفة وهشة وطرية. أكيد تعجبكم بهذا الديكور الراقي. أنا بدينا في حلويات للمشاريع للماكيثات في البيت. أتمنى أن الفيديوهات اللي نزلتهم عجبوكم. إن شاء الله مازال القدام نزيد لكم ونعاونكم إن شاء الله. ودعوا لي فقط بالصحة وربي يقدرني نزيد لكم في العطاء والوصفات اللي رايحين تستفادوا منهم. تيستمثل لا وسط كي غوساني دي فدونك نكت ساعه انا مش نخدم لا وسط كي تيد بيبليا غاست قبيله ان شاء الله مي في ربي. تمنى تناك تعجبن. نبداو في تحضير هذا الوصفه. هنا كما قلت في البدايه شرط انه نديرها فقط بزوج حبات بيض وتحصلوا على كيكه من اروع ما يكون. اكيد يكونوا بحراره المطبخ يعني، وناخذوا الصفار والبياض في نفس الوقت. وفي هذا الأثناء أخواتي ننصحكم تشعلوا الفرن تاعكم، الفرن في درجة حرارة 150 إلى 160 درجة لا أكثر. هنا نضيف نص كاس سكر حبيبات. هذا الكاس اللي يرفد 230 مليلتر، مع مغرفة صغيرة فانيليا، مع رشة ملح ضرورية أيضا في الحلويات. إذا توفر عندكم مبشور الليمون يعني ديروه. أنا عندي نص حبة يزيد في البنة لهذا الكيكة. إلا كان متوفرش اكتفيوا بالفانيليا، وحتى الفانيليا السائلة أيضا مليحة. هنا لنجاح الوصفة تاعكم خدموها غير بالفوي أو بالفرشطة فقط، يعني بدون خلاط أو باتور. صدقوني تحصلوا على كيكة خفيفة بزاف، يعني ما تخافوهاش كي قلت لكم فقط بالفوي يعني ناجحة أيضا. هنا بعد ما خلطنا وذوبنا السكر مع البيض نضيف الزيت اللي هو نص كاس زيت المائدة، ولكن نضيفها بالتدريج وتحسوا أن الكيكة تاعكم أو الخليط بدأ يثقل. صدقوني أكيد راحين تحبوا هذه الوصفة. هنا بنفس الكاس نكيلو نص كاس حليب يكون بحرارة المطبخ. كما لاحظتوا مقادير جد بسيطة متوفرة في كل بيت، يعني زوج حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت، ونصف كاس حليب. يعني كل وحدة فيكم تقدر تحضر هذه الكيكة لضيوف الغفلة وحتى لولادكم، حتى ليكم يعني قهوة تاع العشية ولا تاع الصباح تحبوها أكيد. واتمنى تخلوا لي تعليق وجام إذا كانت هذه الوصفة عجبتكم. هنا نبدأ بإضافة الفرينة. حطينا الكاس الأول مع 10 غرام خميرة الحلويات يعني فيما بعد نوري لكم قوام هذا الخليط، لأن الفرينة تختلف من نوعية لأخرى، كاين اللي تشرب السوائل وكاين اللي لا. نتمنى الوصفات اللي حطيت من قبل يعني عجبوكم، خاصة كما قلت في البداية الخاصين بالمشاريع للماكيثات في البيت. هنا خذيت الكاس الثاني، يعني ندير منه غير بشوية حتى نتحصل على القوام المطلوب. فيما بعد نقول لكم شحال درت. هنا حضروا السنوات تاعكم ايضا فيما بعد، يعني الا حبيتوا لها طالعه بزاف ديو مول ولا سنوه صغيره. الا حبيتوها يعني بحجم المتوسط خذوا كيما تاعي يعني متوسط فقط. هنا كما راكم تلاحظوا راني ندخل الفرينه غير بشويه فقط بالفوي. هاوليك انا درت خذات لي كاس، والكاس الثاني خليت منه الربع، يعني تقريبا زوج كيسان، يعني ما كملتهمش. هذيك السنيوة يعني السنيوة العادية دهنتها بقليل من الزبدة أو بالزيت مع شوية فرينة هكذا. الكيكة تاعكم ما تلصقش. إلا شكيتو أنه عفوا السنيوة تاعكم يعني من نوع اللي يلصق، دير لها ورق الزبدة نحطوها طيب.
يعني كي تاخذ اللون من التحت تشعلوا لها من الفوق فقط لثواني، تدي لكم هذا اللون الذهبي الرائع. انا السنيوه تاعي ما تلصقش، يعني نحيها نديمو ليها الان مادام هي سخونه. هنا حطوا لها لا كونفيتور، يعني مش المشمش او لا كونفيتور دابريكو، تزيد لها في الذوق، يعني لذيذ جدا. او اي مربى عندكم بالتفاح او بالفراوله. هنا نبداو التزيين اخواتي. عندي جوز الهند هكذا تقدموها بشكل راقي مع الكاوكاو، كاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته بقشوره. يعني التزيين هذا يزيد لها يعني لو شارم تاع هذا الكيك. ها هي الكيكة حاضرة معنا، رائعة، وحتى التقديم يكون أروع. يعني تقدموها هكذا لضيوفكم أكيد راح تعجبهم، وفقط بحبتين أو دوزو. هي هشة وخفيفة، يعني تقديم راقي جدا، حتى وأنه تزيين بسيط ولكن شباب بزاف. خذوا فكرة، إلا ما عندكمش المربى يعني زينوها بالشوكولا أو أي حاجة عندكم في الدار، وحتى بالناباج، وزينوها بأي شيء عندكم، وتقدروا تخلوها فقط بدون تزيين. يعني الاختيار يعود لكنا، ونقول لكم السلام عليكم، إلى اللقاء.